يؤمن كثيرا هذا المدرب أيضا بلحسن. لا يؤمن بلحسن خاصة من حيث النتيجة فيها، لأن ميغيا المباراة الأولى على نفس استعداد نفس المنظومه، غير الا محرز على الجهه اليسرى وراح يدخل ابراهيمي وراء محرز. اظن انه يعني ازعج المدرب، يعني ادخله فصنع الهدف، يعني يجب ان يكون اساسي. هذه صحيح، خاصه كي يكون عندك معظم اللاعبين ينشطوا في فرق كبيره، يعملوا هذاك التنافس ما بين اللاعبين، راح تولي مشكل للمدرب ولكن يكون مشكل ايجابي. لهذا عنده عده حلول. تكلمت على قديو راح يكون حل في بعد مرور الوقت ولا في الشوط الثاني للمعركه البدنيه في وسط الميدان. راح يكون له حل خاصه من بالفضيل، يكون له حل تغيير في طريقه اللعب الشوط الثاني. عنده الحلول في الاحتياط وعنده الحلول في التشكيله ككل، ولهذا الفرق اللي اليوم اللي راح يكون راح تكون اكثر طريقه تمركز اللاعبين وطريقه تحركات ولعب، لان اليوم نعرف ما راحش ماشي المالي راح تصنع عندنا اللعب بالفعل، لكن مالي ليس اثيوبيا خليل. هذا من المعطيات المسلمة فيما يخص الفنيات البدنية، التكوين. هو نتكلم على نسور المنتخب المالي، هو فريق مختلف ومنتخب مختلف عن المنتخب الأثيوبي، وأيضا يعرف وأن المنتخب الجزائري هو ليس منتخب الملاوي، فكلاهما يعي جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبين. إذا هي مجموعة صعبة وهما يعرفان وأن 3 نقاط تضمن الذهاب إلى الدوري الموالي، وبالتالي مثل ما قال زميلي رفيق المباراة ستكون محتدمة، سوف نرى فنيات كروية عالية، ولكن الجزائريون لم يختاروا هذا الملعب صدفة، وأن هناك بعض ما يسمى بالتطير، حيث أنهم يعتقدون وأن هذا الملعب يجلب لهم الحظ. ما أروع هذا الجمهور، خاصة كي تكون داخل الميدان، حتى تشاهد المباراة بشكل آخر. هذاك عنده طعم آخر ما تحسوش إلا كي تكون داخل الميدان. نعم. هيا بنا الآن مباشرة ملعب مصطفى شاكر هنالك بالبوليدة ونستمع إلى النشيدين الوطنيين.
إذا غياب الحارس مامادو ساماسا قد يكون في صالح المنتخب الجزائري أيضا، حارس كبير وعملاق. صحيح، هذا حارس مرمى محنك ولديه خبرة كبيرة، ولكن مثل ما قلت ننتظر مباراة جميلة ورائعة، لأن كل اللاعبين يتحلون بالفنيات العالية، ولكن لن يكون القول وأنهم سيقدمون عطاء كرويا جميلا، وبالتالي نتمنى أن تدور المباراة في كنف الروح الرياضية من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة. الفائز سيتصدر هذه المجموعة خاصة بعد فوز ملاوي. إن شاء الله يكون الجزائر الفائز ويأكد نتيجة إثيوبيا ونشوف إن شاء الله. رفيق سيفي شكرا جزيلا لك. خليل فاديغا نجم السنغال شكرا جزيلا لك. إذا سنذهب مباشرة إلى ملعب مصطفى تشاكر هنالك في البوليدة، الجزائر مالي، الجولة الثانية للمجموعة الثانية. تعليق سيكون للزميلين الأولى وعبد القادر شنيوني القناة الصوتية الثانية. اختاروا معلقكم. إلى اللقاء. شكرا جزيلا لك زميل الأخضر بريش. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأفاضل أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا، نحييكم مباشرة من ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بمدينة البوليدة، مدينة الورود هكذا تسمى في الجزائر، ولكل من الضيافة والجميع اليوم بلا يخوض مباراة أخرى في هذا الملعب، هي مباراة رقم 23 منذ سنوات طويلة، منذ سنة 2002. منتخب الجزائر الذي يستضيف مالي في الجولة الثانية من تصفيات كأس أفريقيا 2015 المقررة في المغرب الشقيق. هذه صورة إبوسي في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر، اللاعب الكامروني الذي توفي منذ أسبوعين في أحد طبعا إصابة مؤثرة جدا على الأسرة الرياضية والأسرة الجزائرية عموما، نظرا للصدمة التي أصابت الجميع، مما أدى إلى توقيف الدوري وأدى أيضا إلى اتخاذ إجراءات صارمة اليوم وصارمة في المستقبل في كل الملاعب الجزائرية، وبدأت من اليوم من الآن، حيث منع دخول أقل من 18 سنة إلى مدرجات الملعب. لذلك كان اليوم جميلا في البوليدة، كان الدخول هادئا، والجماهير الحاضرة في المدرجات هي جماهير مسؤولة، نقدر نقول طبعا محبة وعاشقة لمنتخب بلادها، ولكنها مسؤولة موجودة في مدرجات الملعب لتعطي الصورة الحقيقية الجميلة للمناصر الجزائري الوفي الرائع العاشق للعبة كرة القدم والعاشق أيضا لمنتخب بلاده. مالي اليوم الفايز في مباراته الأولى على مالاوي، والجزائر الفايزة خارج الديار في أديس أبابا أمام إثيوبيا. تغيير واحد على التشكيلة الجزائرية مقارنة بتلك التي لعبت في أديس أبابا، حيث يغيب اليوم هلال العربي السوداني الموجود في كرسي الاحتياط، ويوجد في التشكيلة الأساسية رياض محرز الذي يكون أساسيا اليوم في رابع مباراة له مع المنتخب الجزائري. الجزائريون يلعبون بوهاب رئيس ملحي في الحراسة، عيسى مندي الجهة اليمنى، جمال مصباح الجهة اليسرى، سعيد بالكلام وسط الدفاع، رفقة مجاني، مهدي الحسن وسفير طيدير في وسط الميدان، ياسين ابراهيمي الجهة اليسرى، سفيان فغولي الجهة اليمنى، وثنائي خط الهجوم رياض محرز رفقة اسلام سليماني. في الجهة المقابلة منتخب مالي بقيادة سيدو كايتا، نادي روما سيسوكو حارس اساسي في مكان مامادو ساماسا الذي طرده حكم المباراه في اللقاء الاخير امام مالاوي منذ 3 ايام. الجهه اليمنى ساليف كوليبالي، ادم طنبور. الجهه اليسرى ادريسا كوليبالي رفقه فوسينا دياورا. في وسط الميدان عندنا سيدو كايتا ومعه بكاري تراوري وياكوبا سيلا. اندياي على الجهه اليمنى، بكاري ساكو الجهه اليسرى، وراس الحربه سيكون مصطفى يطباري، في حين شيخ تيديان دياباتي قلب هجوم نادي بوردو موجود في كرسي الاحتياط في هذه الامسيه، في هذه المباراه. كرسي احتياط منتخب مالي مصطفى يطباري، جيرمان بيرتي، مولافاغي، تومبا الاسان، محديكو، محمد تراوري وشيخ تيديان دباتي. بينما كرسي احتياط منتخب الجزائر رفيق حليش، رياض بودبوز، اسحاق بالفضيل، نبيل بن طالب، سوداني العربي هلال، سي محمد سيدريك وعدلان قديورة. ضربه الانطلاقه اعطيت للماليين بالاصفر على يسار الشاشه، الجزائريون كالمعتاد بالابيض على يمين الشاشه في اجواء رائعه جميله
جدا في ملعب مصطفى تشاكر. طبعا الملعب غير أو كما ستكتشفون بعد حين، خاصة خلف المرمى مبولحي وكذلك خلف مرمى الحارس عمر سيسوكو، وذلك كما قلنا بسبب الإجراء المتخذ من السلطات الجزائرية بعدم السماح لشبان أقل من 18 سنة بالدخول إلى مدرجات الملعب على الأقل كحل مؤقت، لأنه تعرفون بأن المباريات المنتخب الجزائري تشهد تنقلات أعداد غفيرة لجماهير من مختلف مناطق الوطن للمجيء إلى البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة بحوالي 40 كيلومتر. قلت بأن الجماهير الجزائرية كثيرة تتنقل إلى البليدة لتشجيع المنتخب الجزائري أو تتنقل إلى العاصمة أو مكان آخر، وبالتالي تنقل أطفال صغار، نعم أقول أطفال صغار 13 و14 و15 سنة، يكون له عواقب وخيمة على هؤلاء الأطفال بالدرجة الأولى، ثم على المباريات التي تلعب فوق في مختلف ميادين الكرة في الجزائر. كرة مباشرة لياسين براهيمي في وسط الميدان، ضغط متقدم من جانب عناصر المنتخب المالي في بداية هذه المباراة، عارفين بأنهم لا يجب أن يتركوا المساحات للاعبين الجزائريين، تترك المساحات لسفيان فغولي وياسين براهيمي وسفير طيدير تدفع الثمن. منتخب جزائري لبس ثوبا آخر غير الثوب الذي كان يلبسه في التسعينيات والفينيات، التسعينيات القرن الماضي والفينيات هذا القرن. وانطلاقا من هناك سفير طيدير خلى الكرة وراه، تسترجع المالية في الخلف عن طريق ثنائي ديوارا وكذلك كوليبالي، ثنائي خط وسط دفاع منتخب مالي الذي يتميز بالثقل، هذا الثقل الذي سيستثمر فيه الجزائريون دون شك. وللتماس حكم المباراة يقول بعد كرة تومبورا على الجهة اليسرى، تومبورا لاعب نادي روندريرز، الكرة ممتازة لصالح المنتخب الجزائري. سفيان فغولي توغل، هيدا منه توزيعة ممتازة، سليماني بالراس، جول. اولا حرز أول كرة وأول لقطة كان يمكن يأتي إثرها أول هدف لك في حياتك وفي تاريخك وفي مشوارك مع منتخب الجزائر. لاعب نادي رايستير الانجليزي الدرجه الاولى، عمره 23 سنه. اوي 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 خلاك وحدك حطها لك سليماني يا رياض يا محرز في اول كره امام الحارس. فرصه ضاعت مالي في الدقيقه مباراة. كرة طويلة من عند الحارس عمر سيسوكو، التغطية الدفاعية مباشرة من مهدي الأحسن وسط ميدان نادي خطافي، تروح للتماس للعناصر منتخب مالي. شوف الانطلاقه من سفيان فغولي، التوزيع على طبق لاسلام سليماني ثم رياض محرز بقدمه اليسرى، الكره مرفوعه كثير من قبل الكلام. كان متميزا في المباراة منذ 4 أيام في أديس أبابا أمام إثيوبيا، دون شك سيكون متميز في مشواره الذي سوف يطول من دون شك إلى أكثر، لأنه واحد من اللاعبين يلعب في نادي طرابزونسبور التركي. حكم هذه المباراة طبعا اليوم نيو، حكم كامروني سبق له أدار 4 مباريات في السابق للجزائريين، سواء لنوادي جزائرية منتخب جزائري، آخر مرة أمام في الجزائر أمام المنتخب الجزائري بهدفين مقابل 0. قبلها كان أدار مباراة المنتخب الأولمبي ومباراة أيضا وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، الوفاق الذي سيلعب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام تيبي مازامبي. تمنياتنا له في طريق ياسين براهيمي، عارفين بأنه في الكرات القصيرة والصغيرة في اقترابهم من بعضهم البعض، اللاعبين الجزائريين بمميزاتهم التي